السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. اليوم غنشارك معكم ملوزه ديال الكركاع اللي كتجي معلكه وناجحه من اول مره غتعملها. واخا تكون ماشي محترفه في الملوزات غتخرج معاك من الاول. غير تبع معايا النصائح وطريقه التحضير وغتصدق معكم. شوفوا معايا تبارك الله ما شاء الله كيف كتجي مشقه مفرقعه وكتجي من الداخل ديالها معلكه. الصراحه نسيت ما صورتهاش من الداخل باش تشوفوها كيفاش جات، لكن الصراحه راه كتجي واحد المذاق واحد البنه فيها واحد التعليكه. يا سلام، كنتمنى في الفيديو ما ينال الاعجاب ديالكم. هاد العبر اللي عندي انا غنعمل معكم العبر مدوبل، لكن العبر صغير غنخليكم في صندوق الوصف. بسم الله نبداو على بركه الله. عندي هنايا الكركاع، كيلو ديال الكركاع اللي صهرته في الفران، بمعنى الفران كان عندي سخون، عملت فيه الكركاع، خليته قسمين ديال المكانه في الفران وجبدته خليته حتى يبرد تماما. ضروري هاد المرحله حتى يبرد ونطحنوه بودره. ما خصناش يطلق الزيت، الا طلق الزيت في الملوز ديالنا غادي تخسر. ضروري الكركاع واخا يبقى لنا بطريفات كبارين، المهم وهو ما يطلقش الزيت، يبقى لنا على هذا الشكل هذا بودره. عندي هنا 200 غرام ديال اللوز بالقشره ديالو اللي مسحناه من الغبره وطحناه مزيان حتى رجع بودره. 350 غرام من السكر السنيده. اول حاجه كنسبقوا بالنواشف، قبيصه ديال الملح. عندي هنايا ساشي ديال الخميره 15 غرام، 2 مغارف كبارين ديال الطحين. وغادي نخلط هاد النواشف مزيان. ضروري نخلطوا النواشف مزيان مع بعضياتهم. كنعاود ناكد بان هذا العبار كبير، غنخلي لكم النص ديالو في صندوق الوصف. غنحركوا هنا هاد النواشف مزيان مع بعضياتهم. بعد ما غنتاكدوا منهم بان هذاك النواشف تحركت، يعني تخلطت مزيان مع بعضياتها، لا بهذاك السكر مع الخميره مع الدقيق، يعني شي كامل تخلط مزيان مع بعضياتهم. هنا غنعملوا واحد المغرفه كبيره ديال الفانيليا السائله، الا ما كانتش موفره كنعملوا 2 ساشي ديال الفانيليا السكر. هنا عندي ملعقه مربى المشمش، ملعقه ديال الجليكوز، ما كانش موفر الجليكوز كنعملوا 2 مغارف كبارين ديال المربى المشمش. ايوا الجليكوز راه كيحافظنا على الحلوه ديالنا، كتعطل اختار كتبقى لنا معلكه. بالنسبه للعبر هذا الكبير 2 مغارف كبارين، كان العبر صغير غنخليكم ان شاء الله في مغروفه واحده، يعني اما الجليكوز اما المربى. كانوا عندك بجوج كتعمل مغرفه صغيره. هنايا عملنا مغارف كبارين، مغرفه كبيره ديال الجليكوز، مغرفه كبيره ديال المربى. هنا عندي 3 بيضات مخلطين مزيان في واحد البول. البيضات هادو كانوا كبارين، يعني دائما البيضات ملي كنجي نعملوهم في الملوزه ديالنا كنخلطوا كنكبوا شويه بشويه. هنايا انا كنخوي البيض وكنمعك هذاك الخليط مزيان بيدي باش هذاك السكر وداك المربى وداك الجليكوز كيتعلقوا مزيان مع بعضياتهم. كنخوي البيضات في الاخر. هنا غنخوي هذيك 3 بيضات كاملين. كنعاود ناكد البيضات كانوا كبارين، عمرك ما تكب البيضات ضربه واحده، يعني العبار هو هذا نكبوا مع بعضياتهم، لا البيضات دائما شويه بشويه وحنا كنمعكوه في الملوزه ديالنا. هنايا كما كتشوفوا الملوزه انا الخليط ديالنا انا كنجمعو وفي نفس الوقت كندلك، يعني بحال كندلك باش داك السكر يتخلطنا مزيان. كنعاود ناكد باش تخلط مزيان مع داك الجليكوز ومع ديك المربى حتى كنحصلوا واحد العقده اللي كتكون معلكه ومدلوكه مزيان كما كتشوفوا معايا في الفيديو واضح. هنا غنشبر هذيك العقده ديالي نعملها في واحد بول اخر لا يكون صغير ونغطيها ببلاستيك الغذائي وغادي نعملوها في النبيره. تقدروا تعدلوا هاد العقده تعملوها في النبيره تبات ليله كامله. انا هنايا وجدتها في الصباح، يعني عدت العقده ديالنا ومشيت نعدل الحلوه ديال الطاسه اللي سبق لي صورت معكم. زبقت هذه عملتها في النبيره، وملي سايد الحلوه الطاسه عدت كنطيب في الملوزه ديال الكركاع. هنايا بعد ما يعني حتى العشيه عدت العقده في الصباح ورجعت في العشيه. عندي هنايا الكركاع اللي غنسوقوا به، عندي بياض البيض اللي مخفوق مزيان. السكر كلاصي اللي كنستعمل هو هذا بالنسبه للناس اللي كيسقسيو. ما كانش عندي موفر هذا من ماكرو شكاره ديال 3 كيلو، ما كانش هذا كنت مزروبه فيه كنديه من ميركادونا. غنشبرونا ماء الزهر. الميزان الا بغيتي توزنه بالنسبه لهاد الحبات هادو عندي فيهم 20 غرام. شنو كنعمل هنا ملي كنكون نوزن؟ يعني كنوزن وننزل تقريبا، كنقدر اللي عيط عليه في الثانيه ديال الفران، كنوزن وكننزل باش الملوزه ديالنا ملي كنجيو نكوروها نعملوا السكر تكون باقي فيها هذيك المزهر. يعني هنا كنوزن وكننزل 20 غرام مثلا بين 20 و 21 غرام، كيبقى الاختيار ديال كل واحد. بغيتي كتعملها عينك ميزانك فكتعملها عينك ميزانك، كيبقى الاختيار ديال كل واحد. هنا بعد ما قورت واحد شويه هيدا ديال موزونين غنشبر الصينيه. عندي الصينيه واجده منزله قدامي وكنشبر الماء الزهر كما كتشوفوا، يعني كنحل المزهر في يدي وكنعمل كويرات ديال كما كتشوفوا كنعوطو في يدي وكنكبو مباشره في السكر كلاصي اللي مغربل من قبل. وكنعمل واحد الكميه اللي هي كبيره، نعمل واحد الكميه اللي هي كبيره باش هيدا الحلوه ديالنا تتغطس مزيان في السكر كلاصي.
تغطس مزيان وكنغطيها كما كتشوفوا معايا، كنغطيها بداك السكر كلاصي وكنرجع نكور اخرى كما كتشوفوا في الفيديو. ودائما في كل وحده كنجي نكورها كنعمل مزهر في يدي باش هذاك المزهر كيساعدنا الحلوه ديالنا السكر يلصق فيها وما يطيحش. يعني ملي كنجبدوا الحلوه والطيب ما يطيحش منا، الموزه ملي كنجي نهزوها كيبقى يطيح السكر بزاف منا. فلهذا هنايا بعد ما ساليت هذوك اللي تساعوا لي في فوانتي، يعني قد اللي تساعوا لي في فوانتي اللي عندي تما فيه السكر كلاصي، كنكور الحلوه مزيان في السكر، يعني نزيد نهدكها مزيان في السكر وكنزلوها في الصينيه كما كتشوفوا معايا. ما كنضغطش عليها تماما، ما خصكمش تسكيو عليها، تخليو الحلوه ديالكم واقفه، ضروري تخليوها واقفه. كتشوفوا معايا هنا ما كنتسكي عليها ما حتى شي حاجه. يعني ملي غنجي نعملوا هذيك الكركاعه كنضغطوا واحد شويه غير باش تلصق. غير شوفوا الكركاعه لصقت واحد شويه، ماشي كنضغطوا بزاف، غير شويه. راه الحلوه ملي كطيح الا تسكيتي عليها بزاف غترتق لك بزاف وغادي تلصق ببعضياتها وعاد تفرشح تجي رقيقه بحال غيطه او بحال كيكيسه. فلهذا خصنا نخليو الحلوه ديالنا واقفه على هذا الشكل هذا كما كتشاهدوا. هنا بعد ما عمرت الصينيه ديالي عندي البيض مخفوق، ضروري نخلطوه باش ميبقاوش ديك الخيوط البيض وغير بالصباع ديال يدي كنعمل بياض البيض عفوا في الكركاعه وكنعملوها فوق الحلوه. كتشوفوا معايا هنايا يعني تقريبا ما كنضغطش عليها، يعني كنشوف ديك الكركاعه دخلت في العقده ديالنا وشويه صافي كما كتشوفوا الحلوه خليتها واقفه. الفران مسخن على 180 درجه العافيه من فوق ومن تحت. الملوزه ديالي كاملين كنطيبوا من هذا الفران هذا ديالي، يعني العافيه من فوق ومن تحت وكيجيو نفس الطياب فيهم. خدت لي هنايا واحد 11 دقيقه. كتشوفوا تبارك الله ما شاء الله. صورتها معكم هنايا في وسط الفران تبارك الله ما شاء الله كتجي مطرطقه. كنخليوها حتى كتبرد تماما وعاد كنعملوها في البواطه ديالنا وبالصحه والراحه. كتشوفوا تبارك الله ما شاء الله داك السكر كيف جا لاصق فيها والشكل ديالها كيف جا، ويا سلام على تعليكه وعلى مذاق فيها كتجي كتحمق. صدقوني من اول مره تعدله غادي تخرج معكم ان شاء الله. بارطاجيو الفيديو مرحبا بالاصدقاء، ما تنساونيش البصمه ديالكم والتشجيعات ديالكم اللي كتشجعني بزاف. نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله. دمتم في رعايه الله.